عمرك سمعت باب بيتك بيتفتح وانت متأكد إن مفيش حد غيرك؟ في ليلة من ليالي الشتاء، سيف راجع بيته بعد شغل طويل. كان اليوم هادي لدرجة تخوف. أول ما دخل الشقة حس إن الجو جوه أبرد من الطبيعي، زي ما يكون حد فتح الشبابيك. بس المفاجأة، الشبابيك كلها كانت مقفولة والمفتاح كانوا. وهو بيحط مفاتيحه سمع صوت باب أوضة بيتفتح ببطء. الصوت كان بيصر. سرير مش طبيعي. سيف وقف مكانه. الأوضة دي بالذات هو متأكد إنه قافلها قبل ما يخرج. راح ناحية الباب وبإيده المرتعشة فتحه بسرعة، والأوضة فاضية، لكن ريحة غريبة مالية المكان. ريحة تراب قديم، ومعاها نفس حد بيتنفس. سيف خرج من الأوضة بسرعة، بس شاف حاجة خلته يقف مكانه. في نهاية الممر كان فيه ظل طويل واقف على الحيطة. مش ظله ولا ظل أي حد. الظل بيتحرك وبيروح يمين شمال من غير ما يكون فيه أي شخص يقدم الظل ده. ساعتها النور بدأ يضعف، يغمق ويرجع. القلب يدق والظل بدأ يقرب. وهو بيرجع خطوة لورا حس بإيد باردة تتحط على كتفه. إيد صلبة، أصابعها طويلة وبتضغط بعنف. سيف اتجمد، ما قدرش يلف. ولما الإيد سابته سمع صوت هامس في ودنه: مش كنت قافل باب الأوضة؟ ليه فتحته؟ هنا النور اتطفي تماما، وسيف جري ناحية الباب، بس الباب الرئيسي كان مقفول من جوه، وحد بيقفل عليه. حد، مش إنسان. الصوت بدأ يقرب، خطوات بطيئة تقرش الأرض. سيف فضل يخبط على الباب لحد ما النور رجع فجأة، ولما بص حواليه ملقاش الأوضة مفتوحة، ولا ظل ولا إيد. بس شاف حاجة واحدة بس: تسجيل كاميرا الممر بيتفتح لوحده، وفي شخص داخل الشقة، نفسه بنفس لبسه، بس وشه ما فيهوش ملامح. الفيديو خلاه يفقد صوابه، ولحد النهاردة محدش عارف هو الحقيقي خرج امتى، ولا اللي في البيت دلوقتي مين أصلاً.